السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. معكم ديدي سرافيا. اليوم ان شاء الله وتحت الطلب ديالكم غنشارك معكم الكيك اللي طلبتوه مني بزاف بطريقه سهله ومبسطه بكريمه اقتصاديه. ندوزو الان طريقه التحضير. في واحد الاناء غادي نحتاجو 2 حبات ديال البيض يكونوا متوسطين في الحجم. عندي هنايا كأس مملوء من السكر ما يعادل 150 غرام. غنضيف ايضا الحليب، عندي هنايا 160 غرام، ممكن انكم تعوضوه بالماء. وغادي نضيف ايضا الزيت، عندي هنايا فقط نصف كأس من الزيت. بالنسبه لهاد المكونات غنحطهم في اناء كاملين. غنضيفوا عليهم ياغورت بذوق الفانيليا ولا البنان على حسب اللي متوفر عندكم، علبه واحده. غنضيف ملعقه صغيره من بودره الفاني، كذلك غنضيف الملون الاحمر. بزاف كيسولوني على النوعيه اللي كنستعمل، غناخذوا منها تقريبا واحد راس ملعقه صغيره. بالنسبه للون نتوما كتحكموا فيه، الا بغيتوا اللون غامق فكتزيدوا الملون ولا كتنقصوا. صافي هنا غنطرب هاد المكونات جيدا مع بعض. يمكن لكم تضربوهم غير بالخلاط اليدوي. وهنا مباشره غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. هنا ضفت اول حاجه الكأس الاول وغنخلط. غنضيف ايضا خميره الحلويات بوزن 16 غرام. وهنا غنضيف الكأس الثاني من الدقيق وانا كنخلط. وغنضيف ايضا الكأس الثالث من الدقيق. كنبقاو نضيفوه تدريجيا وحنا كنخلطو حتى كنتحصلوا على القوام المطلوب. بالنسبه لهاد الكيك فاستعملت فيه 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق مملوئين ما يعادل تقريبا 300 غرام من الدقيق. وممكن انكم تستعملوا اكثر ولا اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. صافي هنا كيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، ماشي ثقيل وماشي خفيف ايضا. غناخذ واحد المول اللي غندهنوه بالزيت ولا الزبده من قبل. انا فرشت فيه ورق الطبخ ونفرغ فيه الخليط. بالنسبه لهذا المول ديال 20 سنتيم ان شاء الله غنشارك معكم المقادير المضبوطه للكيك ديال 26 سنتيم. صافي هنا غادي ندخلو مباشره للفرن اللي يكون ساخن من قبل على درجه ديال 180. بالنسبه للنار نشعلوها غير من الاسفل فقط حتى كيطيب لنا الكيك، وكنشعلو من الاعلى على واحد 5 دقائق وكنخرجوه من الفرن مباشره. هنا غندوزو باش نحضروا الكريمه. في هذه الوقيته غنحتاجو فيها ملعقتين ديال الكريم باتيسيري مع 2 معالق ديال السكر ولا اكثر على حسب الرغبه ديالكم. غنضيف ايضا كأس ونصف ديال العنبه من الحليب. وغنخلط هاد المكونات بالخلاط اليدوي وغادي نحطهم فوق النار اللي تكون متوسطه وحنا كنحركوا باستمرار حتى كتعقد لنا الكريمه ديالنا. كذلك غنحتاجو 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين اللي غنرطبوهم في الماء. بالنسبه للجيلاتين فممكن انكم تستغناو عليه، بحق يستحسن انكم تعملوه باش الكريمه تجي شابره في راسها وتصبر معكم مده طويله خارج الثلاجه. صافي هنايا من بعد ما عقدت الكريمه ديالي غنزيد عليها الجيلاتين اللي رطبت في الماء البارد من قبل، ومباشره غندخلها للثلاجه حتى كتبرد تماما وكتعقد لمده ديال واحد نصف ساعه. كيف ما كتلاحظوا كيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كتبرد. هنا عندي 200 غرام ديال الكريمه السائله اللي طربتها جيدا من قبل. غناخذ هذا الكريم باتيسري اللي حضرنا وغنطربها بالطرب الكهربائي، وغنبقى نضيف الكريمه السائله اللي طربنا من قبل تدريجيا وانا كنخلط. في هذه الوقيته ممكن انكم تزيدوا اي نكهه بغيتو. ومباشره غادي نفرغها في واحد البوش. وإلا شفتوا الكريمه ديالكم بدات كترخف مع التطرى فغنعاودو ندخلوها للثلاجه غير تشبر في راسها شويه ونخرجوها. صافي كيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما كيطيب. خديت واحد المول صغير وفرغت فيه كميه قليله من الخليط ودخلته من الفرن غير باش نزينو به الكيك ديالنا من برا. صافي هنا كنقلبو وكنحيد منه بابي كويسون وكنزينوه بالكريمه اللي حضرنا من قبل. وفي الاخير زينته غير بالكيك. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم، فانتوما زينوا باي حاجه بغيتو. كيكون هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما كيوجد. فبالنسبه للاثمنه اللي كنخرج بهم الكيك ديال 20 سنتيم اللي هو 50 درهم، الكيك ديال 26 سنتيم كنخرجو ب70 درهم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، والى فيديو قادم ان شاء الله.